برج الثور، يوم سعيد جدا. عندك سعد مالي وعندك انفراجة في العلاقات العاطفية، ومرحلة ليكو هتبقى 100 هتكلم معاكم عن تلك الطاقة وتلك الإيجابية التي ستجدوها خلال الفترة اللي جاية. هتكلم معاكم بالتفصيل، لكن تنويه بسيط. الناس اللي بتتابعنا او الناس اللي بتدخل علينا وما بتعملش اشتراك، طبعا ليا عتاب كبير جدا، لكن عامة يعني اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني. لا عايز قراءة خاصة، بعمل القراءة مكالمة مباشرة زي ما بقول كل مرة للناس اللي داخله علينا جديد. القراءة بتبقى مكالمة مباشرة، ملهاش وقت محدد، يعني اقعد مع حضرتك ساعة 2 3 اتصال مباشر، تمام، عن طريق اي وسيلة من وسائل التواصل، بعرفك كل شيء. فالخارطة الفلكية دي امانة، والكثيرين جدا من الناس حياتهم اتبدلت للافضل بعد قراءة الخارطة الفلكية لهم. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الواتس كاتبه على الشاشة، كاتبه على الحلقة، وانتظروني لاخر حلقة عشان اقول لك تفصيليا القراءة ازاي بتتم، ونبدأ في حلقة من الحلقات اللي فيها بشرة خير لحبايبي برج الثور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج الثور بداية من يوم 8 نوفمبر 2023، وليه بشرة الخير اللي انا ببشركم بيها، ونقول ايه الحكاية. هذا اليوم يوم من الايام اللي هتحدث فيها نوعا ما انفراجة للنفسية وانفراجة للمال. الاسباب علشان التحركات الكوكبية التي ستحدث خلال هذا اليوم، والتجمع الكوكبي الذي يريحك كثيرا من فترة صعبة، خاصة ان الشمس والكواكب الاخرى متمثلة في عطارد متواجدة في بيت صعب بالنسبة لك. يعني الكثيرين من ابناء برج الثور حاليا بيمروا بازمه في العلاقه العاطفيه، مشكله نفسيه، مش قادر يتعايش مع اوضاعه، وفتره صعبه جدا بيمر بيها ابناء برج الثور، وده انا حذرت منها قبل كده. طب ايه اسباب الانفراجه؟ اولا، القمر سيكون في بيتك الخامس، وده بيت صديق وبيت رائع جدا. في نفس اليوم الزهره تبدا بالانتقال الى بيتك السادس، بيت العمل، ويسعد ماليا وماديا. طيب نقول التأثيرين مع بعض والتأثيرات كلها، وليه هي فترة من الممكن أن يحدث فيها مفاجآت سارة، أو ممكن أن تعمل حاجات أو تصنع أمور تسعدك خلال الفترات القادمة. هنتكلم عن انتقال، وده المهم، انتقال الزهرة إلى بيتك السادس. بيت السادس هو يتعلق بالعمل والمال، طبعا ما هو كل عمل ناتج بتاعه المال. فالزهرة تجعلك في هذا البيت في سعادة للعمل والمال والصحة. يعني بشرة خير كتير لحبايبي برج الثور، خاصة من يعاني في أزمات صحية، في تعب، في أي شيء. الفترة هتبدأ معكم ومع الكثيرين بشرة خير، خاصة اللي بيعاني من تعب. وأيضا برضو رسالة لعمليات التجميل وما شابه، فترة مناسبة جدا عشان الأمور تكون واضحة. فترة مناسبة جدا، يعني فترة من الفترات اللي هيبقى فيها نجاح كبير بأمر الله في تلك العمليات، سواء عمليات تجميل، عمليات تتعلق بأي شيء بالنسبة لك، حتى لو جراحية بأمر الله، طبعا إن شاء الله يكون خير على الجميع. لكن هي فترة تتعافى فيها، تبدأ الكثيرين منكم يبدأ ان هو يخطو خطوات على الطريق الصحيح للشفاء. البعض منكم ايضا يقلع عن بعض العادات السيئة اللي ممكن تضر الصحة. اذا بالنسبة للصحة فترة رائعة جدا. اما بالنسبة للعمل، وده مهم والاهم، طبعا الاهم الصحة، لكن الاهم في التأثير او الاكبر في التأثير، يعني الزهرة تأثيرها اكبر في العمل. يسعد ماليا، يعني خلال الفترة يحدث مع الكثيرين انفراجة لأزمة ما. يعني أكثر المتأثرين إيجابيا هم اللي مروا بأزمة، فهي مرحلة الحلول، مرحلة الانفراجة، مرحلة يحدث فيها الاتفاق على ما كان ليس فيه اتفاق، أو اللي كان فيه منافسة، أو اللي كان فيه عدم تراضي. تمسك العصا من المنتصف خلال تلك المرحلة، ويبدأ معاكم حظوظ، طاقة رائعة
تأتي معكم بالاقتناع بيكم. يعني ناس كتير جدا هتبدأ تقتنع برأيكم، هتبدأ تفكر في العروض اللي انتوا بتعملوها، هتبدأ تفكر في مجهودكم. أيضا مرحلة يحدث فيها تغييرات في المراكز المالية للأفضل. فترة حلوة جدا، استغلوها، من أفضل الفترات اللي هتبدأ معاكم لانفراجة مالية رائعة. طيب ده بالنسبة للزهرة اللي هتنتقل إلى بيتك السادس في نفس اليوم، في حظ مضاعف بأمر الله بوجود القمر في بيتك الخامس. أيضا يتعلق بالمال ويتعلق بالعاطفة أو المشاعر، لكن هنا تحذير شديد: احذروا الانجراف العاطفي، احذروا التسرع في اتخاذ القرار العاطفي، الانفصال او الارتباط، لان المرحلة ستكون فيها زيادة في الرغبة، سواء كانت الرغبة في شخص او الرغبة في الابتعاد عن الشخص. هيزداد المقارنة، هيزداد التطلعات، هيزداد هنقول الفكر او الرغبات الداخلية المكبوتة حتى. عشان كده نحذر ان احنا نتسرع، نحذر من علاقاتنا او الشخصيات اللي معانا وحياتنا العاطفية، حتى لا نأخذ قرارات من الممكن ان نندم عليها. لكن اللي مش مرتبط فهي فترة من الفترات الرائعة، هي فترة من الفترات اللي يحدث فيها حظ في العلاقات، حظ في الارتباط، حتى في نوعية العلاقة، في الشخصية اللي هترتبط بيها هتكون أكثر حظا في اختيارها. والكثيرين منكم هيقضي وقت رائع جدا خلال تلك المرحلة مع المقربين أو من يحب. فترة حلوة جدا تشهد لكم بالانفراجة لكم على جميع الأصعدة، إلى جانب طبعا الانفراجة المالية. إذا هو يوم كده مكتمل الأركان للنجاح، يعني يوم تتهيأ فيه الظروف عشان تنجح. هو يوم للنجاح فقط، هو يوم الانفراجة فقط. بشرة خير، وإن شاء الله يكون فترة رائعة على الكثيرين. استغلوا المرحلة وإن شاء الله فترة خير. عايد تاني التنويه: الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة ولسه داخله على القناة جديد، في زرار اسمه اشتراك أو سبسكرايب على حسب ظهرك، دوست عليهم بقيت مشترك معانا في القناة. انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني، اللي عايز قراءة خاصة بعمل القراءة مكالمة مباشرة، بكشف لك كل شيء، بعرفك طريقك بأمر الله، كل حاجة عن حياتك. القراءة طبعا بتبقى ساعة 2-3، مش ببخل عليك بوقت زي ما الناس اللي بتعمل ده. لو أصلا يعرفوا يعني قراءة، القراءة دي أمانة، لأن دي حياة، دي حياة، حياتك الشخصية وحياتك دنيتك، ومين الشخصيات اللي تاخد بالك منها والشخصيات اللي ترتبط بيها والسنوات القادمة، كل حاجة بتبان في الخارطة الفلكية الخاصة بيك. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم الواتس كاتبه على الشاشة وكاتبه على عنوان الحلقة. يا رب كده حبايبي برج الطور جمال أبراج تكون بأمن وأمان. السلام عليكم.